اللي عايز يزعل من الجمهور يتفلق. انا مش هدخل البيت على مراتي ب2 كيلو انتماء. مراتي التانية قاعدة في قطر وببعت لها مصاريفها بالدولار. راعوا ظروفي. بقالي سنة عايز اجدد بنفس قيمة العقد القديم وانتوا بتمطلوا، ودلوقتي الكرة في ملعبي. أكرم توفيق بيرفض نعمة الأهلي قصاد دولارات قطر، والخطيب بيأمر بجس نبض طارق حامد. جمهور الأهلي بيحتفل بالفوز على الجونة، طلع أكرم ضلمها في وشهم لما مشجع أهلاوي وقفه وهو في الطريق لأتوبيس الفريق وقال له باستعطاف: لو سبت الأهلي الجمهور كله هيزعل منك. أم أكرم قال له ما يزعل، وبعدها الدنيا قامت ما قعدتش. لحد ما أكرم رد في ستوري وقال: أنا ما قلتش كده، أنا رديت على السؤال بسؤال وقلت له أنت هتزعل. والمرة دي الأهلاوية ما بلعوش الطعم، لأن الكل عارف إن أكرم محضر شنطة السفر من أول يناير، وهيروح قطر مقابل 1.5 مليون دولار في السنة، يعني بنتكلم في 75 مليون جنيه، في حين إن الأهلي عارض 15 مليون بدل 7 قيمة عقده الحالي، يعني سنة في قطر ب5 سنين في الأهلي. لكن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق رد على طريقة السويسي وقال له: ما بتتحسبش كده يا صاحبي، الكرة فلوس وبطولات وصناعة مجد شخصي وتاريخ. والحاوي وليد سليمان وصف قراره بالغباء الكروي وقال: أنا لو ما كنتش اعتزلت في الأهلي كان زماني في طي النسيان. لكن أكرم صارح مدير الكرة الحالي محمد رمضان وقال له: أنا شاري الأهلي، بس الأهلي مش عايز يشتريني. أنا جايلي 75 مليون في الموسم وأنا باخد حاليا 7. أقسم لك لو كابتن الخطيب مكاني لا هيقلع البدلة ويلبس الشورت ويرجع من الاعتزال. ومع ذلك أنا كنت راضي بالهم ولساني دلدل عشان تجددوا على بياض واسأل كابتن خالد بيبو. لكن الإدارة نفضت وقتها عشان وجود حمدي فتحي وديانجو السولية، وكلهم نطوا من المركب وأنا شلت النادي في وقت صعب، وحاليا عليا التزامات وفاتح بيتين، ومراتي التانية قاعدة في قطر وببعت لها مصاريفها بالعملة الصعبة. والكلام هنا على البلوجر هدير حرم أكرم توفيق اللي اتجوزها على مراته الأولى أم عياله. وجمهور الأهلي فعلا كان متمسك بأكرم وبيضغطوا على الإدارة عشانه، لكن بعد ما قال لهم اللي يزعل يزعل رفعوا ايدهم عنه وقالوا له في 60 ألف سلامة، وما ترجعش تعيط زي حسام عاشور اللي كان يعمل منك 10 في نفس مركزك، لكنه عمل نفس الغلطة في تفضيل الفلوس على رصيده مع الجمهور. والخطيب حسما للجدل بلغ إدارة التسويق والتعاقدات بالوصول لأعلى سعر مع الشمال القطري واستغلال قيمة الصفقة في فتح خط تفاوض مع طارق حامد لاعب ضمك السعودي اللي عايز يرجع. وطبعا كلنا عارفين الأزمة المالية الطاحنة اللي بيمر بيها ناديه السابق الزمالك بالإضافة لأزمة القيد، يعني طارق حامد لو رجع على الأهلي محدش يقدر يلوم، ده طبعا لو بيراميدز ما دخلش على الخط وزاحم الأهلي في الصفقة اللي هتبقى أجمد رد من بيبو على ضم الزمالك لناصر ماهر وعبد الله السعيد، ده غير القندوسي المرشح بقوة لارتداء تيشيرت الزمالك في القريب العاجل. انت قول لنا مع ولا ضد رحيل أكرم بالشكل ده؟ وهل أكرم فعلا لاعب جوكر ملوش بديل؟